السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايه لكم بقى النهارده بأكلة جامدة جدا. يعني هي بنعتبرها صعبة وبنفكر ان هي فيها تريكات وحركات كتير. هي سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة، يعني اللي هو ايه، ما نقدرش نعملها او كده. هنعمل مع بعض النهارده كنتاكي، دبابيس وستريبس. اللي هو ايه، يعني هما كانوا عايزين يفطروا بره، فانا قلت لهم لا، انا هجيب لكم المطعم في البيت، مفيش فطار بره ولا الكلام ده. فعملت لهم دبابيس اللي انا كنت مقطعاها معاكم الفراخ اللي احنا كنا ذابحينها مع بعض، والفراخ اللي احنا كنا مقطعينها مع بعض. يعني انا كنت حاطه الدبابيس لوحدها زي ما انتوا شفتوا كده، وكنت مقطعه صدور ستريبس وكده. هنعملها بقى مع بعض دلوقتي. ده حليب او لبن على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، يعني اللي هو ايه، تبقي مغطسة الفراخ فيه، اللي هو يبقى مغرق الفراخ كمية الفراخ اللي انت هتعمليها. طبعا هتتبليها من بالليل او من ساعة ما تصحي الصبح، لو انت بتصحي بدري يعني هتعمليها من اول ما تصحي. حطينا بقى هنا ايه البهارات اللي معانا، ركزوا معايا: فلفل اسمر، بابريكا، بهارات فراخ 7 بهارات، جنزبيل بودر، لو عندك بودرة زعفران لونها أصفر اللي هي في الكيس قدامكم دي، بتخلي اللون في حتة تانية خالص. لو ما عندكيش ممكن تحطي نص معلقة كركم أو كاري. ما عندكيش برضو تقدري تستغني خالص عن الخطوتين دول، بس مش هيبقى بالصفار اللي انت شايفاه قدامك ده. ومعلقتين خل. ده على الحليب. فتحنا الدبابيس من عند العظمة من الناحية دي ومن الناحية دي، ونقعناهم، يعني حطيناهم في الخلطة اللي احنا عاملينها. هنعمل بقى ايه خلطة الستريبس. هنحط كمية دقيق وكمية نشا، يعني اللي هو ايه، تبقى النشا تلت الدقيق. آه، يعني اللي هو حوالي نص كوباية وربع كوباية نشا. على حسب برضو الكمية، كوباية ونص كوباية نشا كده، على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. حطينا نفس البهارات، بهارات فراخ، 7 بهارات، جنزبيل بودر، بودرة زعفران، عفوا بابريكا، ملح وفلفل، وخل، معلقتين خل. هنحط بقى المية كده بالتدريج، اللي هو عايزينها عجينة تقيلة، اللي هو لما نيجي نحط فيها قطعة الفراخ او قطعة الاستريبس ونشيلها نلاقيها شايلة عجينة. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بالمضرب بقى بتاعك، بالشوكة، بالمعلقة، زي ما تحبي، المهم ما تخليش فيه تكتلات. المضرب ده حلو قوي يا بنات على فكرة، احسن من المضارب التانية. سهل وسريع وبيفك التكتلات على طول. عفوا، معلش انا كنت بمنتج لكم الفيديو ده بعد الفجر، يعني اللي هو كان خلاص بقى انا مع النايمين دلوقتي. حتى ممكن تكونوا سامعين صوت الديوك حواليا عماله تأذن ازاي بعد ما الفجر أذن. هنفكها بقى كده مع بعض، وهنخليها اللي هو ايه، عجينه سميكه، يعني اللي هو زي ما قلت لكم كده، قطعه الدجاج تطلع شايله عجينه، مش تطلع كده من الميه زي الدبابيس مثلا او زي الفراخ. في ناس كتير بتقول ان هي بتحب تعمل الكنتاكي ده اللي هو الاوزان الفراخ الصغيره. انا اقسم بالله وحياة ولادي عملت فرخة مرة 3 كيلو وطلعت تحفة، والله العظيم. قطعتها كان حوالي 10 قطع او اكتر من كده، مش فاكرة. ونقعتها من بالليل في الخلطة، تبلتها وحطيتها في الخلطة من بالليل، وقمت تاني يوم قليتها، والله العظيم كانت تحفة برضو. الاضمن يعني، بس بصراحة الفراخ كانت مجمدة ما كانتش طازة. لكن لو انت جايبة الفراخ فريش، لا، هاتي اوزان صغيرة شوية. اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده حتى لما انا جيت طلعته، انا كنت مطلعه الحاجات دي من بالليل ومتبلها الصبح بدري لما صحيت. كانت حتى لقيته ده كان كيس بانيه، بس انا الحمد لله كنت عامله القطع سميكه شويه فقطعتها صوابع وحطيتها عادي. فاللي هو لسه مش هروح اجيب بقى الستريبس من الفريزر وافكه والكلام ده، لا. الموجود يعني اتصرفي، ما تخليش حاجه تقف قدامك. لو انتي طبعا هتطلبي الوجبه دي من بره هتجيلك بالشيء الفلاني، مش هتجيلك اكيد بنفس الجوده ولا الطعم ولا النظافه اللي انتي عاملاها ببيتك. الفراخ عارفة مصدرها ايه، متبلاها كويس، نقعها كويس، غسلها كويس، عارفة تتبيلتك فيها ايه، ما فيهاش اي حاجة. الزيت اللي هتقلي فيه انتي طبعا هتجيب، يعني الزيت اللي بتستخدميه اكيد مش هتستخدمي حاجة اي كلام. لكن طبعا المحلات كلها او المطاعم كلها، الهدف الاول ليهم المكسب. هنا بقى كان خلاص، كنا قبل المغرب حوالي بساعة ونص.
دخلت بقى المطبخ عشان اقلي الحاجات اللي معايا دي الفطار بتاع النهارده. هنعمل كمان الرز الريزو. جيت بقى انا حطيت كان معايا في الطبق السلستين ده نشا، والطبق اللي قدامكم ده كان فيه دقيق، خلطتهم على بعض وشلت كمية منهم عشان لقيت الكمية هتبقى كتير. انا الدقيق اللي بتفضل معايا مبرموش، هنبهر الدقيق نفس البهارات. الدقيق اللي بيتفضل معايا انا ما برميهوش، انا بنخله وبسيبه، مثلا ممكن اقلي بيه سمك، ممكن ابقى اسيبه لمرة فراخ تانية كده، يعني اللي هو ايه مش هرميه. عفوا كمان انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت في البهارات بتاع الفراخ بصل بودر وتوم بودر. هسيب لكم البهارات برضو كلها في صندوق الوصف. الدقيق هنبهره بنفس البهارات، 7 بهارات، بهارات فراخ، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، فلفل اسمر، ونص معلقه او اقل من بودره الزعفران. هي بتخلي اللون تحفه اصلا من غير حاجه، حتى لو حاجه بسيطه منها خالص. هي مش غاليه على فكره، يعني انا الكيس اللي قدامكم ده انا كنت جايبه ب10 جنيه من عند العطار. طبعا الاسعار بتختلف على حسب الاماكن يعني. بصوا اهو بقى الزيت ده بقى انا كنت حاطاه يسخن. لازم الزيت يبقى غزير عفوا وسخن. هنا بقى هنعمل الصوص بتاع الرز الريزو. ده ربع كوباية كاتشب، ده المقادير دي لحوالي نص كيلو رز او ازيد شوية. عفوا ربع كوباية كاتشب، معلقة صويا صوص، معلقة عسل اسود لو متوفر عندك، مش متوفر خلاص تقدري تستغني عنه. اهو بصوا، معلقة صويا صوص كبيرة. لو عندك عسل اسمر حطيله، انا ما كانش عندي وما عرفتش اجيب، انا جيت ادلق من البرطمان بتاع البابريكا دلقت على طول نفس التوابل، هي التوابل اللي معانا كلها النهارده واحده. بابريكا، مكعب مرق، وبرضو حطي مكعب مرق على الفراخ لو حابه، مكعب مرق افركيه في الدقيق برضو لو حابه، لو مش حابه تستخدميها خلاص براحتك. بهارات فراخ 7 بهارات، فلفل اسود، بصل بودر وتوم بودر. هي دي البهارات الاساسيه معانا النهارده. هنا بقى ممكن تزودي نص معلقه كركم، نص معلقه كاري، حبه بودره زعفران كده زي ما انا حطيت. دي بهارات الرز البسمتي من ويلز، انا حطيت منها شويه برضو خلت طعم الرز تحفه. انا لما بعمل بيها رز بسمتي بيبقى ريحته جايبه اخر الشارع. انا مش محبي قوي الرز البسمتي، بس اقسم بالله اول مره عملته بالبهارات دي يعني مش قادره اقول لكم كان طعمه عامل ازاي. والله يا جماعه ما دعايه، ده كلمه حق يعني، وحاجه انا بحاول افيدكم بيها، او حاجه فادتني فانا بقولها لكم. بصوا بقى لون الفراخ كان طالع عامل ازاي. ملناش دعوه بالحله اللي هناك دي، ده في حد ما عندنا ما بياكلش الرز الاصفر خالص، اي نوع رز اصفر. فانا كنت ايه عامله له مكرونه بطماطم، يعني مكرونه حمرا. بصوا بقى اهو، هنشيل بقى من التتبيله، هنحط في الدقيق وهنرجعها للتتبيله تاني. تقدري تجيبي ميه ساقعه وتعيدي فيها الخطوه دي، اللي هو ايه هتشيليها من التتبيله تحطيها في الدقيق، تحطيها في الميه الساقعه وترجعي تحطيها في الدقيق تاني وترجعي تشيليها. بصوا اهي، لكن انا هحطها في التتبيله عشان تعزز الطعم، مش هحطها في ميه ساقعه. بصوا زي ما انتوا شايفين معايا كده. عشان بس الكفر يبقى تقيل، كل ما بتعيدي الخطوات كل ما الكفر بيبقى اتقل من بره. انتي ممكن تحطيها في الدقيق مره واحده وخلاص، برضو هتدي شكل حلو وقوام كويس. تقدري تعملي خطوتين كده، بس هي المطاعم بتعمل الخطوتين دي، يعني انا جايبه لكم السر الاصلي يعني الطريقه بالظبط. هنعمل بقى على قد الطاسه بتاعتنا او على قد الحله اللي احنا حاطين فيها الزيت، مش لازم قلايه بالكهرباء، مش لازم حله ضغط، مفيش الكلام ده. حله ألمونيا عاديه خالص قدامكم اهي، وهيستوي وهوريهولكوا ازاي هتطلع مستوي. وما شاء الله كانت احجام الفراخ دي يعني ما شاء الله ما شاء الله كانت كبيره. فبصوا اهو شايفين بقى من بره عامله ازاي. بصوا هنحطها بقى كده على طول، يعني نطلعها حاولي ما تسيبيهاش، اللي هو ايه يعني تعملي على قد القليه كده، ما تسيبيهاش اللي هو في الكفر بتاعها من غير ما تحطي في الزيت على طول. الا اذا بقى لو عندك شبكه من اللي هي الكبيره دي تحطي عليها، عشان ما تلزقش منك يعني. انا كنت بعملها قبلها بشويه، قبل ما اطلع بشويه، وكنت اللي هو برش عليها دقيق من فوق ومن تحت، يعني برش تحتها دقيق وبحط عليها من فوق دقيق، ولما باجي احطها في الزيت بنفضها. هي بقى كده هنسيبها على نار عاليه الاول لحد ما الكبر يثبت اللي هو تاخد لون، وبعدين هنوطي النار، مش هنوطيها خالص،
ما عشان انا وطيتها المره دي، لا ما اول فرن منها كان طالع اللي هو مش حلو قوي يعني. هو كويس وكل حاجه، بس اللي هو يعني كان ناقصه تركايه كده. خلي النار متوسطه يعني، في الاول عاليه لحد ما الكفر يثبت معاك. انا سايبه لكم الزيت اهوت عشان ما جريتش المقطع عشان اوريكم. اول ما تحسي ان الكفر ثبت معاكي واخد لون، وهدي النار يعني اللي هو خليها متوسطه. ده كده على نار عاليه. تقدري بقى تغطي الحله بتاعتك باي غطا عشان تضمني السوا كويس. تقدري تسيبيها كده زي ما انا هسيبها زي ما تحبي يعني. انا اما عملتها قبل كده كذا مره اهو، بصوا الكفر كده ثبت اهو. هنقلبها بقى ونهدي النار، اللي هو هنخليها وسط يعني، مش هنهديها قوي اللي هو هنخليها خالص يعني زي ما نكون بنسوي رز، لا كده غلط. اوعوا تعملوا كده يعني، اسمعوا كلامي، خدوا الطريقه بالظبط. هنا بقى هنعمل الرز. انا نقلتها بقى على العين التانية. بصوا انا كنت موطيلها ازاي، لا ما توطوش كده، خلوا النار وسط. هنا بقى الرز، معلقتين زيت، معلقه سمنه، يعني على حسب ما بتعملي الرز العادي. هو الرز المصري العادي ده مش رز بسمتي خالص. الرز الريزو بيبقى بالرز المصري العادي بتاعنا، مش الرز البسمتي. هنا بقى اللي هنحط الزيت بتاعنا والسمنة. هننزل فيهم بمعلقة سكر، معلقة سكر ركزوا. هتخلي بقى معلقة السكر دي تسيح، مش هتاخد لون قوي، هتسيح بس كده اللي هو ممكن تعمل جوانب جنب الزيت كده، او تسيح زي ما انتوا شايفين اللون كده اهو. بصوا هنخرب بقى بصلايه. خلي بالك بقى من ايدك، ويا ريت تكوني مخرطه البصلايه بعيد وتنزلي بيها على طول، لان انا ايديا اتحروقت يعني الحمد لله. عشان هو السكر بيبقى سخن، بيدي سخونيه رهيبه للسمنه والزيت بتوعك يعني. ما فضلش كده، ما تعمليش زي ما انا عملت. تقدري بقى لو انتي مش حابة شكل البصل في الرز، تقدري تبشريها، تحطيها في الكبة. هي بصلاية صغيرة يعني، احنا مش عايزين منها لون ولا حاجة، احنا عايزين الطعم والريحة بس، مش هنخليها تلون. بصوا اهي، ما تخافوش لو حتى السكر متكتل معاكم، ما تقلقوش هيفك ويبقى مية مية. هننزل بقى بكمية الرز بتاعتنا، مغسولة طبعا ومتصفية، مش منقوعة. انا ما بنقعش الرز، وكل واحد على حسب ما بيعمل او على حسب ما هو متعود. هنقلبها بقى في السكر والبصل، في معلقة السكر والبصل. هننزل بقى بالصوص بتاعنا اللي احنا محضرينه، صوص الرز الريزو، اللي احنا مفكرين ان احنا لما بنجيبه من بره ان هو معمول بطريقة جاية من الفضاء الخارجي يعني، لا خالص. اهو بصوا اللون بقى ما شاء الله، هو بيبقى لونه اورنج شوية كده. والله العظيم الرز ده خلص في يومها. الفراخ تنتها لتاني يوم يعني، اتحطت على السحور ورجعت اتحطت على الفطار. و... والرز والله العظيم خلص على الفطار يعني. هو كان جميل اكتر من الفراخ كمان. الفراخ كانت تحفة طبعا، بس والله العظيم يعني كان الرز جميل. تقدري بقى تعملي جنبه اي حاجة، مش لازم يعني اللي هو الكنتاكي او تربطي الاكلة ببعضها، لا عادي. احنا بنحب نفنن كده ونبتكر يعني ونغير، ما لازم كده عشان ما نملش يعني. هتحطي بقى طبعا العقد بتاعه والعيار بتاعه مظبوط. في ناس بتعاير الرز، انا ما بعايروش خالص الحمد لله. انا عارفه، ببقى عارفه عيار الحاجه اللي انا عاملاها، او ببقى عارفه الرز اللي انا بستخدمه هياخد ميه معايا قد ايه. بس بقى هنسيبه بقى كده على نار عاليه، وبعدين لما يغلي ويتشرب ميته هننقله على العين الصغيره ونهديله النار اهو. بصوا والله العظيم تنتها لتاني يوم على الفطار، وكانت مقرمشه زي ما هي. لكن لو انت بقى جايباها من بره هتجيبيها طريه ويعني حالتها ما يعلم بيها الا ربنا. هننقل بقى الرز كمان. لا انا هحط كمان فرن هناك، هحط كمان دور فراخ هناك، وبعدين هننقل الرز بقى ونجيب الفراخ تاني على العين الكبيرة يعني، او على النار العالية. هنا بقى انا كنت زودت كمان قطعة اكتر من الدور الاولاني. بصوا الرز اهو اتشرب ميته وبقى جميل يعني. احنا بنعمل عظمة. ما بصي خليكي واثقة ان مفيش حاجة بره هتصعب عليكي، او هتبقى صعب ان انتي تعمليها. خليكي واثقة في نفسك، هتطلعي والله العظيم عظمة يعني. انا اول مرة عملتها ما كنتش مصدقة ان هي هتستوي ازاي. الفراخ نية هتستوي في الزيت، وفي فراخ بتستوي في الزيت وكلام من ده والله. وطلعت يعني يمكن من افضل المرات اللي انا عملتها، هي كانت اول مرة.
والحمد لله يعني كل مرة بعملها الحمد لله بتطلع احسن من اللي قبلها. الرز اهو كده كان خلاص داخل على السوا، انا برضو بقلبه يعني زي الرز العادي بالظبط، زي ما تكوني بتطبخي رز ابيض، رز حبة وحبة، رز بشعرية، عادي يعني. هنسيبه بقى يكمل سواه. كان فاضل كمان فرن دبابيس برضو. شوفي والله انتي لو هتعملي، لو هتخرجي تفطري برا انتي او انتي واولادك، او هتجيبي الوجبة دي دليفري في البيت، شوفي هتكلفك كام، مبلغ وقدره طبعا. شوفي انا كنت عاملة بقى كمية 10 دبابيس فراخ، يعني قولي ان انتي هتجيبي كيلو دبابيس او كيلو ونص. وكنت عاملة حوالي نص كيلو ستريبس، طلع معايا كمية والله العظيم ما شاء الله مهولة يعني. كان هو نص كيلو بالظبط لان انا كنت وزناه، كان هو نص كيلو. لكن الدبابيس دي بصراحة ما وزنتهاش، بس خليكي هتجيبي كيلو دبابيس، هتجيبي نص كيلو ستريبس وهتعملي عظمة. ده كان اخر حاجة بقى خالص. هنا بقى هنعمل الستريبس. انا بقى فرشت في الارض وقعدت طبعا عشان ايه، انا في الدقيق ده بحب ابحتر يعني. انا كانت هدومي زي اللي كنت خابزه بالظبط، كنت ما جيت بقى هنا شلته من التتبيله وحطيته في الدقيق، وجيت احطه في التتبيله تاني لقيت التتبيله بتاعته كانت تقيله، مش زي التتبيله بتاعه الفراخ الاولانيه. فلقيته اللي هو يبقى ايه رخم شويه، او الكفر بتاعه تقيل شويه، فمش هناكل عجين يعني. بص انا برضو جربت تاني عشان اقنع نفسي، لا ما لقيتهاش حلوه. هعمل ايه بقى؟ هعمل حاجه كويسه قوي دلوقتي برضو يعني، هتصرف. هحطها بقى تاني مره في تتبيله الفراخ الدبابيس. ما عندكيش تتبيله الفراخ، او انتي هتعملي ستريبس بس، هتجيبي ميه ساقعه من التلاجة وتحطي فيها بعد ما تشيليه من التتبيله وتحطي في الدقيق. بصوا اهو، يعني احنا بنتصرف يعني، مش مفيش حاجه صعبه علينا. بصوا، جربوها بقى وهتدعوا لي والله العظيم وقولوا لي رايكم. انا كنت بحاول افك ايدي من الدقيق شويه، لان كانت ايديا الدقيق تلزق فيها جامد، لان انا بشيل من التتبيله واحط في الدقيق. تقدري تلبسي جلافز، تقدري تعملي بماسك. انا بحب اشتغل بايدي في المطبخ يعني. طبعا كل واحد على حسب ما هو بيعمل. بصوا بقى، ده كان الشكل النهائي للدبابيس يعني. ده كانت اخر حاجه، كان اخر فرن بطلعه. اهو ده بقى كنتاكي ولا مش كنتاكي؟ قولوا لي انتوا بقى بذمتكم، ده كنتاكي ولا مش كنتاكي؟ والله العظيم حاجة يعني احسن وانضف ما بنشتريها من بره بمليون مرة. اي حاجة ابحثي على طريقتها واعمليها، هتعمليها احسن. مرة هتبوظ، مرة هتطلع نص نص، تالت مرة هتطلع عظمة. يعني ما تقوليش لا انا صعب عليا مش هعرف اعمله. بصوا بقى اوريكم السوا، انا ما غطيتوش خالص قدامكم اهو. بصوا اهو العظم طالع اهو ابيض وجميل اهو، ما فيهوش دم ولا اي حاجة، والنساير بيضة ومستوية. ده بقى الستريبس. بصوا، ستريبس ده ولا مش ستريبس؟ طبعا انا كنت جايباه مره يعني من سوبر ماركت جاهز. والله العظيم اقسم بالله كان دقيق. كنت كنت كان عجين يعني. ايه ده؟ مفيش نساير من جوه، حاجه بسيطه خالص، ومن بره الكفر دقيق كله. فلا طبعا يعني هنأكل ولادنا ايه؟ لازم نبقى عارفين احنا بنأكل ولادنا ايه. انتي حتى لو عملتي الوجبات دي وحطيتيها في الفريزر جاهزه كده على الآلية، ما انتي مثلا في الشغل في مشوار، ولادك هيعملوا مثلا، هيطلعوا هيقلوا، خلاص الموضوع خلص. اللي هو ايه، ما تخليهمش ياكلوا حاجة مصدرها مجهول. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسونيش في دعوة حلوة. حطوا لي لايك وشير وسبسكرايب. بص الرز بقى اهو، الريزو ده ولا مش ريزو؟ يلا بقى فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.